يا مساء الخير عليكم جميعا. عامل ايه يا صديقي العزيز؟ يا رب تكون بخير. من يوم السوبر الافريقي الجمعة الثانية على التوالي ذكرى السوبر الافريقي، وما زالت توابع السوبر الافريقي يا صديقي العزيز مستمرة. حالة هياج وصرع مستمرة، والكيان الأحمر مش على بعضه خالص. النهاردة معانا كذا حاجة هنعلق عليهم وهنتكلم فيهم باستفاضة. مش عايزك تسيب الحلقة دي تتفرج عليها أو الفيديو ده تتفرج عليه للآخر، لأن هيكون فيه كل حاجة. هنرد على الناس اللي بتقول أي كلام وحالتهم صعبة الفترة الأخيرة. قبل ما نبدأ أتمنى بس إن حضرتك زي ما احنا متعودين مع بعض الفترة الأخيرة تدعم المحتوى اللي احنا بنقدمه، وتعمل فولو وسبسكرايب ولايك وكومنت للفيديو، وتخلي صوتنا يوصل لكل الناس. أول حاجة هنبدأ بيها يا صديقي العزيز تعليق محمد الجرحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كان على مشجع من مشجعين الزمالك. رايح طالع يقول لها او يقول الكومنت اللي هو علق عليه، بيقول ردود افعالكم مخلياني مشفق عليكم. طب والله انتوا صعبانين عليه. هو كاتب كده. بص يا استاذ محمد، هي عليا انتوا صعبانين عليا بتبقى اخرها الف، يه الف مش يه مربوطه. دي حاجه بسيطه بس. انا عارف ان الحاله صعبه والدنيا مش احسن حاجه مؤخرا، بس دورنا ان احنا نوجهك يعني ونعرفك الكلام ده. هو كاتب كده، هو كاتب صعبانين عليه اخرها هي مربوطه، فكان لازم نعرفك ان هي بتتكتب ازاي. تمام تمام، دي نقطه كده بس ايه استوقفتني على سريعا. فصعبانين عليا بتتكتب اخرها الف. تمام، صعبانين عليه كلكم رئيس ومجلس ولاعبين وجمهور. طيب صعبانين عليك ليه يا استاذ محمد؟ وليه مشفق علينا؟ مش فاهم. انت فاهم ومدرك ومستوعب المعنى اللي انت بتقوله؟ طيب تعال انا اوضح لك يا استاذ محمد. انت الفترة الأخيرة نفتكر كده مع بعض، الفترة الأخيرة الصغيرة اللي هو مثلا هنقول 10 سنين الأخر من 2013 ل 2024، انت بتتكلم في 10 سنين الزمالك واخد فيهم 16 بطولة. في 10 سنين 16 بطولة. صعبان عليك ليه؟ مشفق علينا ليه؟ احنا خليك مشفق على نفسك. طيب انت مالك ومالي؟ فين الاشفاق؟ يعني انت بتتكلم على نادي واخد 16 بطولة في 10 سنين، واخد 7 كاس و3 دوري و2 سوبر محلي و2 كونفدرالية و2 سوبر افريقي. تمام، 16 بطولة. طيب يا استاذ محمد، انا لعبت معاك انت مباشر 11 نهائي، كسبتك 6 نهائيات وانت كسبت 5 برضه في المدة دي. انا مش بقارن تاريخ عشان انا عارف العقلية اللي احنا بنتعامل معاها، عقلية صعبة جدا. انا ما بقولكش ان بختزل التاريخ في 10 سنين، انا بكلمك في نقطة اصل انت مشفق علينا، فبنتكلم على 10 سنين. اخر مثلا مدة نقدر كلنا واعيين وفاكرين كويس قوي تفاصيلها فبنتكلم فيها. ليه مشفق؟ فهمت؟ فانا برد عليك على نقطة واضحة. فانا بتكلم في ان انا واخد 16 بطولة وانت مشفق عليا. طيب يا سيدي مفيش مشكلة وصعبانين عليك. طيب لعبت زي ما قلت لك 11 مرة بيني ومني ليك هيد تو هيد، 11 نهائي، كسبت منك 6 نهائيات وانت كسبت مني 5 نهائيات. على مدار التاريخ قاريا برضه هيد تو هيد كانت ماتشات بطولة لعبنا 3، خدت منك بطولتين وخدت مني بطولة. قاريا على مدار التاريخ. ما تقوليش اصل طلعتك من مجموعات واصل كسبتك في قبل النهائي. انا بكلمك في ماتش بطولة نهاية، في نهاية الماتش كده في حد مني ومنك بياخد لقب. قاريا على مدار التاريخ 3 مرات لعبنا انا وانت قصاد بعض، حضرتك كسبت مرة وانا كسبت مرتين. فليه مشفق عليا؟ اي كلام، مش اي كلام. خليك في حالك. انا عارف ان اللي حصل ما كانش سهل عليكم، ويا رب تفضلوا كده. بسيطة جدا. فده كان رد على نقطة اصل الكومنت اصل مشفق عليهم واصل انتوا صعبانين عليا. لا،
ما نصعبش عليك، احنا الحمد لله زي الفل والدنيا كويسه. بس للعلم في المده اللي انا بكلمك فيها دي كلها احنا لا جبنا فلوسكو ولا احنا معانا استقراركو ولا احنا معانا اي حاجه خالص خالص، من ايقافات قيد ل 800 مليون لحد اللحظه دي غرامات من مشاكل، وبنحقق ده في 10 سنين 16 بطوله. وانا مش زيك، مش نفس المستوى اللي انت فيه ماديا واستقرار وكرة وكل حاجه. تخيل انا لو زيك كنت هتبقى فين انت بقى؟ لو زيك استقرارا وماديا وكل حاجه، ال 16 بطوله في ال 10 سنين دول كانوا ايه؟ ده اللي بتقول ان احنا صعبين عليك ومشفق علينا. اي كلام. قبل ما نكتب نبقى واعيين للي احنا بنقوله، ما نخليش الازمه والضربه بتاعت السوبر تعمل فينا كده. اهدوا يا جماعه، اهدوا. تاني نقطة هنتكلم فيها، قال لك الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. طيب يا صديقي العزيز، الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، طالما بيتضايقك زعلت معلش، بسيطة. مالك يا صاحبي؟ مالك يا صديقي؟ إيه المشكلة معاك؟ نفسي أفهم. كابتن حسين لبيب طلع قالها يا جماعة من 3 سنين تقريبا، لما كان ماسك اللجنة المؤقتة في الزمالك. محدش علق. ما سمعناش صوتكم ليه يا كابتن شوبير؟ ما سمعناش صوتك ليه؟ طالع دلوقتي تتكلم ليه؟ حد عنده اجابه؟ عندك اجابه؟ ليه الاهلي اتكلم دلوقتي؟ عندك اجابه؟ ليه شوبير نفسه علق على الموضوع دلوقتي؟ تعرف؟ لا مش تعرف، بس انا هقول لك. جمهور الاهلي نفسه ليه خد الموضوع لما شوبير اتكلم وبدا يتكلم على السوشيال ميديا وعلق عليه؟ تعرف؟ انا هقول لك. عشان انت متعلم عليك في ماتش اخير السوبر، فالعمليه صعبه معاك، في ازمه. لا يا صاحبي اهدى وخد نفسك. طب يا صاحبي، ما انت بتقول انت اضحك نادي في الكون، انا كلمتك جيت قلت لك ليه بتقول انت اضحك نادي في الكون؟ ما براحتك، شوف يا سيدي، قول اللي انت عايز تقوله، كل حد حر. بتقول انك الضحك فوق الجميع، حد قال لك حاجه؟ ما تخليك يا اخي في حالك. انت ليه بتثبت كل يوم ان فعلا انا لا هفرح، انت مش هتفرح فرحتي انا، ولا انا هزعل زعلك انت بتثبتها فعلا. مالك يا صديقي العزيز متضايق ليه؟ اشمعنى دلوقتي؟ الكلمه اتقالت من زمان، اشمعنى النهارده علقت عليها؟ اشمعنى النهارده مجنناك؟ طب يا سيدي، بتضايقك ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، بسيطه. طب ما الاتحاد السكندري بيقول على نفسه ان هو سيد البلد، ما بتتكلمش ليه؟ وغيره، والاسماعيلي بيقول على نفسه كذا، والاتحاد والمحله بيقول على نفسه كذا، مالك؟ بس انا ماليش دعوه بغيري وماليش دعوه بالانديه الثانيه. بسيطه جدا. انت بتقول ان انت اضحك نادي في الكون، عمري ما طلعت لنا وات لي بوست او شخص زملكاوي جاله حاله الصرع اللي عندك دلوقتي دي. ما تقول يا سيدي انك اضحك نادي في الكون، ما تقول ان الضحك فوق الجميع. احنا كلمناك؟ يبقى ارتقوا كده واهدى، ويا عم سيبنا نقول اللي احنا عايزينه، انت مالك؟ طيب عامة انا بس برد عليك بالعقل في النقطة دي، بس انا ما عنديش عندي ليك غير رد واحد. الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر. انت مال امك؟ انت مالك؟ وانت مال شكلك؟ وانت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدتك انت خالص، لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص. بس يا سيدي، بس هو ده اللي انت سمعته ده. ما انت مالك يا اخي؟ انت مالك بصوت اللي طلع يعلق؟ انت مالك؟ قول لنفسك يا شوبير الكلام ده، بسيطة جدا. فده اللي كان معانا يا صديقي العزيز، ونفسي لو حد عنده إجابة يرد عليا في الكومنتات. لماذا كل هذه حالة الصرع والهياج والتشنج الموجودة من يوم الجمعة اللي قبل اللي فاتت؟ أتمنى أن نلاقي رد. سلام، ونتقابل دايما على خير.